جوزيف بوريل في الانترفيو مع بوريطا. شوفوا شقالوا شقال اعلام كازرنا سيستم. اعلام كازرنا سيستم شوفوا شقال. غادي نعاودوا نولوا للمقال نتاع الشرور. مقال الشروق قال بانه وامعانا في تعذيب بوريطا جدد بوريل موقف الاتحاد الاوروبي المتمثل في دعم جهود الامم المتحده وهو كلام يفهم منه دعم خيار الاستفتاء. تكذب يا مسلم هنا. ما قالش نحن ندعم خيار الاستفتاء، احنا قال باللي ندعموا حل سياسي وندعموا الجهود ذات مصداقيه اللي قام بها المغرب، وما قالش باللي كاين جهود ذات مصداقيه من طرف خصوم المغرب في هذا الملف. والمسؤول الاوروبي ما قالش بان هناك 10 دول من الاتحاد تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء من مجموع 27 دوله. ما قالش هذا الكلام، والكلام غادي نقول لكم واش قال في المداخله اللي القاها بالجامعه الاورو المتوسطيه بفاس، باش تعرفوا الزيف تاع الادعاءات نتاع كازيرنا سيستم وكيفاش يغلطوا ويحولوا ويحرفوا التعليقات الرسميه نتاع مسؤول الاتحاد الاوروبي اللي قال كلام رسمي في مؤتمر صحفي. لم يقل هذا الكلام اللي جاء على لسان صحيفه الشروق اللي تحاول انهم تغلط الراي العام خصوصا في الجزائر. ما تصدقوش اعلام كازيرنا سيستم الكذاب الذي يغالط وينشر المغالطات. والموقف الاوروبي هو رساله، الموقف تاع الاتحاد الاوروبي هو رساله الكازيرنا سيستم النظام العسكر بانه في المستقبل غادي يكون هناك منعطف كما المنعطف نتاع الموقف الاسباني. وغادي نجيكم في الكلام اللي جاء على لسان جوزيف بوريل اثناء القائه لمحاضره بالجامعه الاورو متوسطيه بمدينه فاس، وين قال بانه يمكن، وهذه هي الرساله اللي ما يجرؤش عليها اعلام كازيرنا سيستم باش يقولها. قال انه يمكن ان يتبنى قرار يدعم خيار الحكم الذاتي في الصحراء عن طريق التصويت من طرف الدول الاعضاء داخل الاتحاد لصالح القرار. هذا هو الكلام اللي قاله يا شروق، قاله جوزيف بوريل في الجامعه الاورو متوسطيه وملشي في المؤتمر الصحفي اللي كان في وزاره الخارجيه بالرباط. وما معنى ذلك؟ معناه ان هناك حاليا 13 دوله داخل الاتحاد الاوروبي تدعم بشكل رسمي مقترح الحكم الذاتي. اذا بلغ النصاب سيتم التصويت، ومن ثم نترقب موقف رسمي للاتحاد الاوروبي سيكون داعم بشكل رسمي المخطط الحكم الذاتي. وهذه هي الرساله اللي ما يفهمهاش كازيرنا سيستم والابواق نتاعه البليده الغبيه التي لا تفكر. هذه رساله قويه. والصفعه اللي اداها هو نظام العسكر من الرباط ومن فاس، خصوصا من فاس. علاش؟ لان الكلام اللي قاله في الجامعه الاورو المتوسطيه وقال الاتحاد الاوروبي يمكن ان يتبنى عن طريق التصويت، وبالتالي لا في الاتحاد الاوروبي ولا في الاتحاد الافريقي الغالبيه راها مع المغرب ومقترح الحكم الذاتي. ومثل ما سنرى طرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي، سنرى الموقف الرسمي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه، وستكون الضربه القاضيه. ماشي غير هذه الصفعه، هما قالوا باللي كاين المغرب تلقى 3 صفعات، هذا اعلام كازيرنا سيستم. ماشي غير هذه الصفعه اللي تلقاها كازيرنا سيستم، هما نسبوها للمغرب لكن الصفعه داها كازيرنا سيستم. الصفعه الثانيه يقولوا في المقال هذا يتكلموا على، قال لك المسؤول الاوروبي اللي هو جوزيف بوريل وجه صفعه ثانيه تتعلق بمشروع انبوب الغاز المغرب او نيجيريا المغرب، وصورته على انه خلاص وبديل القاره العجوز. وهذه اخطر من كلامه على المقترح الحكم الذاتي، اخطر، لان هنا المسؤول الاتحاد الاوروبي هو قال باللي لم يطلب من المغرب انشاء هذا الانبوب ولا يشارك في تمويله. هذه الشروق قالت هذا الكلام، لكن الحقيقه واش قال بان الاتحاد الاوروبي المغرب لم يطلب الدعم المالي للمشروع، والدول التي بدأت المشروع تطلب الدعم،
وأكد في تنزيل المشروع على أرض الواقع سيستغرق بعض الوقت. لكن الكلمة الخطيرة اللي قالها جوزيف بوريل، واللي خاص النظام العسكر يدير لها ألف حساب ويبدأ يفكر بشكل جدي من الآن، قال بأن الاتحاد الأوروبي، اسمع مليح يا مسلم ويا الشروق، الاتحاد الأوروبي لا يتطلع إلى استبدال الغاز الروسي فقط، بل يتطلع إلى التخلص من الغاز والهيدروكربونات. هذه مصيبة كبيرة على الجزائر التي يحكمها نظام كسول ولا يفكر في تنويع مصادر دخله. هذا ما معناه؟ معناه أنه الاتحاد الأوروبي يطمح، وهذا ماشي كلامي، كلام جوزيف بوريل، إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري أيا كان مصدره. نود أن يكون لدينا مورد غاز طبيعي آخر، لكن في خططنا، قال جوزيف بوريل، وفي غضون 6 أو 7 سنوات لن نحتاج إليها. يعني ديسي 7 ولا 8 ولا 6 ولا 7، يعني من 2030 ما يبقاش الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الطبيعي بشكل كبير في توليد الطاقة. وهذه رسالة خاص نظام العسكر يديرها مليح في ودنه، ماشي صفعة للمغرب. المغرب الاكتشافات الأخيرة، وغادي نرجع للموضوع، أنه من أهم الدول التي حققت اكتشافات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في سنة 2022 بخصوص احتياطيات الغاز. المغرب يتمكن من تقليص وارداته من الطاقة عبر الاكتشافات اللي راح يحقق فيها، لكنه لا يعتمد على كما نظام العسكر على البترول والغاز كمصدر للدخل. وبالتالي فإن الكلام اللي قاله جوزيف بوريل هي رسالة لكازيرنا سيستم اللي راه يظن بأنه عبر الغاز غادي يستمر في بعثرة الأموال نتاع الجزائر ويستمر في الحكم نتاعه. سمعوا مليح يا دباب العسكر ونقله لسيادكم. الكلام اللي قاله جوزيف بوريل من فاس هو كلام خطير وجرس إنذار الكازيرنا سيستم الذي لم يتمكن بعد من التخلي أو التقليص من الاعتماد على المحروقات. هذا. وقال كلام آخر، تكلم جوزيف بوريل ماشي كما قالت الشروق، قال بأنه على أصحاب المشروع، يعني مشروع نيجيريا، مشروع الغاز نيجيريا المغرب، أن يأخذوا في عين الاعتبار عند تشييد الأنبوب أن يكون متوافقا أيضا مع نقل الهيدروجين. والاتحاد الأوروبي يسعى في المستقبل إلى تعويض الغاز باستيراد الهيدروجين الأخضر. هذا هو الكلام اللي قاله جوزيف بوريل في فاس وليس في المؤتمر الصحفي، مثلما حاول نظام العسكر أن يروج له، لكن مقال بائس يأكد بأن إعلام نظام العسكر إعلام كذاب، وأن نظام العسكر لا يفهم الرسائل التي توجه له من طرف مسؤولين أوروبيين، سواء من أوروبا أو مثل ما وجهها المسؤول الأوروبي من الرباط ومن فاس. شفتوا شحال يكذب هذا النظام والإعلام نتاعه، ويحاول أنه يمرر مغالطات. القادم أسوأ لك يا كازيرنا سيستم، القادم أسوأ لك بالنسبة للملف الصحراء، وبالنسبة إلى تعويض أو التقليل أو التقليص من الاعتماد على المحروقات. الأوروبيون يتعلمون الآن الدرس مما وقع لهم مع روسيا. والكلام اللي قاله اليوم جوزيف بوريل، ديسي 6 7 ما نولوش نعتمدوا على الغاز، وفي ذاك الوقت غادي نشوفوا هذا كازيرنا سيستم إذا استمر في الحكم إلى ذلك الحين كيفاش غادي يسلكها، وكيفاش غادي يلقى روحه في ورطة إذا لم يتدارك الأمر. هذه هي الرسائل أو هذه هي الصفعات اللي وجهها الاتحاد الأوروبي للنظام العسكر من خلال الكلام اللي قاله جوزيف بوريل، وليس مثل ما قالت الشروق على أن المغرب إمعانا في تعذيب بوريطة. عيب تكذب يا مسلم، عيب تكذب يا محمد مسلم، وتكتب في مقال بعيد كل البعد عن الحقيقة، بعيد كل البعد عن الواقع وعن نقل الحقيقة مثل ما هي، مثل ما قالها جوزيف بوريل.
تكلموا على قضية الفساد السياسي والرشاوي. فعلا قال جوزيف بوريل، تكلم بأنه يتم فتح تحقيق، لكن ليس مثل ما قال محمد مسلم في المقال تاع الشروق، اللي قال بأن معروفه موروكو جيت، وزعما ضخموا الامور، زعما شغل هذه القضيه هي متنفس اليهم يصطادوا في يستثمر فيها اعلام او نظام العسكر بصفه عامه. اذا من اجل دحض المغالطات، هذا هو الكلام اللي قاله جوزيف بوريل، وهذه هي الحقيقه. وهناك اشارات بان الاتحاد الاوروبي قد يتبنى عبر التصويت لمقترح الحكم الذاتي، وهذا هو الجيم اوفر تاع الصح، لان اذا وصل الاتحاد الاوروبي تبنى مقترح الحكم الذاتي عبر التصويت، خلاص نظام العسكر قد يتصدر، لان هذا سيؤدي الى حسم الامر بشكل رسمي على مستوى الامم المتحده. وهذا ما نتمناه انه يكون موقف رسمي داعم للحل السياسي. هو قال باللي نحن ندعم الجهود تاع الامم المتحده والمبعوث الشخصي والحل السياسي والواقعي. ما قالش الاستفتاء مثل ما روجت له الشروق والأكاذيب نتاعها، الاعلام تاع النظام العسكري اللي يتكلم على حاجه توقفت في 1991 ولم يعد يتحدث عنها مجلس الامن منذ 2001. يتكلم على حل سياسي والامتثال لقرارات مجلس الامن، وهذا الذي لا يمتثل له نظام العسكر ولا دميته جبهه البوليساريو. بالتالي كلام بوريل في الرباط وفي فاس هو كلام هام للغايه، واشاره ايجابيه في صالح المنطقه، في صالح المغرب وفي صالح المنطقه، لان المنطقه مصلحتها أن تحترم سيادة ووحدة أراضي المغرب. إذن هذا هو بالمختصر الكلام نتاع جوزيف بوريل، اللي حاول يأوله إعلام نظام العسكر الكذاب، وحاول أنه يغالط الناس عبر أن الاتحاد الأوروبي وجه صفعات للمغرب. ما كان لا صفعات لا والو، الصفعات تلقاها بشكل غير مباشر كازيرنا سيستم. سيفري الصفعات تلقاها كازيرنا سيستم، لأن جوزيف بوريل تكلم على إمكانية التصويت على مقترح الحكم الذاتي، والمغرب ديجا عندها 13 دولة داخل الاتحاد الأوروبي تدعم لمقترح الحكم الذاتي. هذه النقطة. وتكلم عن الأمر الخطير، وهو أن الأوروبيون سيتخلون عن الغاز بعد 6 إلى 7 سنوات، وهذا أمر يهدد بشكل مباشر ديمومة أو بقاء نظام أو كازيرنا سيستم في الحكم في الجزائر، لأن نظام العسكر يعتمد بالأساس على مداخيل الغاز والبترول، ولم يفكر، لأن كما قلت لكم هو نظام كسول، لم يفكر البتة في التقليص من التبعية للمحروقات عبر تنويع الاقتصاد، او عبر بناء اقتصاد حقيقي. يعني ان احنا في الجزائر مازال ما عندناش اقتصاد حقيقي تنافسي يخلينا ما نعتمدوش على مداخيل النفط مثل ما راح تقوم بها دول الخليج، اللي مثلا داخلين الامارات بداو شغل تقريبا تخلاو، يعني ما راهمش يعتمدوا كلية على ابار البترول، لانهم نوعوا الاقتصاد نتاعهم. لكن النظام العسكر الغبي البليد الذي لا يفكر ما بغاش يطور روحه. وبالتالي الكلام اللي قاله جوزيف بوريل هي رسالة للجزائر. لهذا علينا أن نتدارك الأمر يا بني وطني من أجل إحداث تغيير حقيقي على مستوى المنظومة السياسية، وإلا سنجد أنفسنا في وضع لا يحسد عليه بعد بضع سنوات. نشكركم على متابعتكم، نشكركم على دعمكم وعلى وفائكم، وألتقي معكم إن شاء الله غدا في بث مباشر آخر وفي مواضيع أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.